السلام عليكم، مرحبا بالجميع في قناة أمينة عزيزي. اليوم إن شاء الله راح نوري لكم لاباط اللي نستعملها في كل لي تارت ولا لاباط صابلي، اللي هي بسم الله على بركة الله. عندنا 250 مارغرين، عندنا كاس ماشي معمر سكر طب، وعندنا حبة بيض وصفار، حبة بيض صفار وحبة. نخلطوا مليح هاد المكونات. تقدري تستعملي الباتور، انا هنا حبيت نستعمل الفوي، ويعني ساهل، يعني لازم ماشي لازم ديري الباتور. هنا استعملت الفوي، وتخلطي برك مليح هكذا، تخلطيه حتى تشوفي باللي اللون تاع المارغرين تبدل. هنا عندي مغرفة لافاني، عندي نص كاس مايزينا نشاء الذرة، عندي الخميرة على الراس تاع المغرفة، خميرة الحلويات على الراس تاع المغرفة. هنا درنا المكونات، دوكا نستعملو نبداو نديرو في الفارينة. هنا تبقاي ديري في الفارينة وتخلطي هكذا، يعني برؤوس اصابع، ماشي تعجنيها ولا يعني غير بالعقل بصبعتك وانتي خدمتي العجينة ديالك هكذا. تبقاي ديري في الفارينة حتى تنطم العجينة، ونتحصلوا على عجينة متماسكة لكن طرية. شوفوا القوام تاعها كيفاش تكون، هاي اللي كاني وريتها لكم كيفاش تكون. هنا جبت لكم الآلة اللي فرحتني، ما تآمنوش كيفاش فرحتني. هاد الآلة شريتها، شوفوا كيفاش انا كل حاجة نشريها وتعجبني نقول لكم عليها. عجبتني تالمولي عجبتني، وكان كانت عندي وقيلة كيلو تاع مارغرين، كنت استعملت كيلو. هذه تاني شيتها معاها، لكن مازال ما استعملتهاش. راح نوريكم برك اللي نديرها في ليمون اللي استعملتها باش درت ليمون. وكان كنت درت كيلو تاع مارغرين راح تجيني سهله ونكملها بالخف. شوفوا العجينه هذه اول مره نستعملها، يعني راكم تشوفوا فيا اول مره نديرها. درتها الاولى وتفكرت باللي ليمون ما دهنتهمش بالمارغرين، وهما ماشي لازم يندهنوا، برك انا نخاف يلصقوا. ومن بعد ديري لازم هذاك كي تطبعيه ديري ساشي هكذا، خيريك وتنحي لها. تحبي تنحيهم بالموس انا ما نستعمل ليمون واحد اخرين، لكن كي جيت راح نديرها ما صبتهمش يعني ما لقيتهمش. كل ما تحوسي على الحاجه ما تروح لك. مرة ندير واحد ليمون واحد اخرين ساهلين كي تنحي لهم بالموس. لكن هادو سنينات تاوحوا معراض، لازم تستعملي يدك باش تقدري تنحي. شوفوا بالموس يجوا عراض، هادوك السنينات تاعهم عراض، لكن بيدك اسهل. هاي ليك تنقيها كامل تنحي لها. هاد الآلة هذه قريب نقول الجيران ولا درتو لاباط جيبوا نحلها لكم. سهلة سهلة سهلة، تطبعي بيها كيما تحبي. شوف في دقيقة كملته، ما جاتش 5 دقائق كنت كملت العجينة ديالي كامل. شوف تمتم ديريها، تمتم تطبعي تنحيها، يعني ما تكسيش كاع راسك. يعني سلكتني وعاونتني، وكما قلت لكم هذه اول مره نستعملها، عجبتني الطريقه تاعها سهله. ولا حبيتوا باش تشروها راني نحط لكم الرابط تاع هذا السيد، هذا الرابط تاعو، وانتم طلبوها منه هو يجيبها لكم، ولا دبر راسو ما باش كيفاش يدير لكم، ولا يجيبها لكم ولا يبعثها ولا ما على باليش. انتم تطلبوها وهو يقول لكم كيفاه. شوفوا شحال سهله، حتى كي تخصك يعني فليكوتي تقدري تزيديه. شوفي بكل سهوله تزيدي هذيك لاباط وتنحي كامل الزوائد وتحطيهم في دقيقه، تكمليها في دقيقه. وشنو لازم ديري ساشي لانهم يلصقوا. هنا نتقبوهم فرشيطه، وهاد لاباط ما تريح ما والو، ديريها مباشره. انا هنا خدمتها ما خليتها لا ريحت لا والو، تمتم رحت درتها عمرت السنيوه ودرتهم يطيبوا. وشنو لازم تقبيهم، طيبتهم على 160 درجه. المده تاعهم بالك 30 دقيقه باش تحمرهم من الفوق ومن التحت. حمريهم من التحت، شوفي لي كوتي تاعهم بداو ياخذوا اللون، نحيهم. انا هنا درت هادو تاع لي تارت
ودرت هادو صغار. هامليك وريتهم لكم كامل واش درت. شوفوا اللون تاعهم يجي دوغي ويجي اللون شباب. هنا دوكا ندوزو الحشو تاع هاد لي طاغط. هنا عندي نص كاس عسل، درتو هاد العسل ذوبتو، كان شويه جامد، ذوبتو يعني دفيتو، درت فيه مغرفه تاع مارغرين، مغرفه تاع مارغرين ذوبتها فيه كيما راكم تشوفوا راني ذوبها فيه. هنا عندي الكاوكاو، ماشي الكاوكاو، عندي كاوكاو، وعندي هنا نص كاس ملي طاغط كاين 3 تكسروا لي، رحيتهم كي جيت نحليمو ليهم تكسروا، رحيتهم وخلطتهم مع هاد الكاوكاو، راني درتهم كامل. نص كاس عسل، كاس كاوكاو، ونص كاس تاع هذاك تقريبا نص، ما لحقوش نص كاس يعني، ما لحقوش نص كاس تاع هاد لي طاغط، وتعمري بيهم هاد لي طاغط ديالك. هنا كي تشوفي فيها مازالها ما تجمديهاش بزاف، ما تروحيش تقليها بزاف، ومن بعد كي تخليهم يبردوا راح العسل يجمد عليهم ويولوا لك يابسين. هذيك المغرفه تاع المارغرين حتخليهم لك طريين، لكن بالشرط تخليه شويه متلوق، يعني ماشي تيبسيه هكذا كيما راكم تشوفوا. هنا التزيين تاعهم ديري من الفوق اللي موجود عندك. انا درت حبيبات تاع الجوز من الفوق هكذا، شبحتهم بالجوز. الكاوكاو لازم يكون محمص مليح، ما يكونش كاوكاو خضر، لازم يكون محمص وخدا اللون، يعني باش يجيك شباب الحشو ديالك. ما ديريش خضر وما ديريش ماشي محمص، ديريه يكون محمص وخدا اللون شباب. هنا نجوزو الحشو الثاني. هنا باش ما نخلطكمش كل وحده درتها وحدها. هنا درت كاس تاع حليب، عندي مغرفه تاع مايزينا، هادو الحشو تاع لي طاغط الثاني، مغرفه تاع مايزينا تكون معمره، كاس حليب، مغرفه مايزينا، مغرفه صغيره تاع مارغرين، مغرفه صغيره مارغرين. نحركو مليح هذيك المايزينا ونزيدو مغرفه سكر. هنا ما نكتروش السكر، تبعي معايا تعرفي باللي هذيك المغرفه راح تجيك سوا. نحطوهم فوق النار حتى يتماسك الخليط. من بعد نزيدوا له 6 حبات تاع شوكولا، 6 باش تعطي لك اللون والقوام تاعها يجيك سوا. هنا شوفوا اللون هاوليك، شوفوا شحال شباب اللون. 6 حبات، ما تكتري ما تزيديش كتر. هذا هو. هنا نخلوها، هنا بدلت لها الطاس باش يجيني ساهل كي نعاود نخلطها. هنا غطيها وخليها تبرد. لازم هاد الكريمه ديالك هذه اللي وجدناها لازم نخلوها تبرد. هنا حطيتها تبرد وعاودت وليت اللي طاغط ديالي واش راح ندير لهم. هادو هما اللي وجدت لهم هذيك الكريمه. درت لهم البنان، ديري دي طرونش تاع بنان يكونوا رقاق ما يكونش خشين، قطعيه رقيق، وديري شوكولا تقطيني فوق هذاك البنان. شوكولا تقطيني تعطي لك مذاق، لكن خيري نتيا اللي يكون المذاق تاعها مليح. هنا هايليك بعد اللي بردت مليح نزيدوا لها تقريبا نص كاس، ما نلحقش النص تاع بودرة الشونتيي، نضربوها مليح نخلطوها مليح هايليك حتى يتبدل اللون ديالها. من بعد نديروها في لابوش ونعمروا بها هادوك لي طاغط هايليك. خلطها مليح هاوليك، شوفوا اللون كيفاش يتبدل، يعني باش يجي باين بين الشوكولا تارتيني والكريمه هذه اللي درناها. هايليك ديريها من الفوق تعطي لك منظر شباب. هنا كملنا هذوك لي طاغط. ندوزو لهادو اللي راح نديرهم طاغطو سيترون. هنا عندي 50 مليلتر عصير ليمون درتو يدفى فوق الفرنو. وهنا عندي زوج صفار بيض، وعندي 25 غرام سكر اللي هي مغرفة معمرة، 25 غرام سكر وزوج صفار بيض. وعندي الليمون هذا اللي درتو يدفى، عصير الليمون. خلطيه مليح في هذاك البيض والسكر، خلطيه مليح وعاودي رجعيه
وهنا سمحوا لي كي جيت باش نعمر لي طاق تبعوا معايا وتشوفوني. هاو ليك الكريمه، شوفوا كيفاش ترجع. هاي ليك، خليها تبرد، ما تعمريش بها لي طاق ديالك وهي سخونه. كي جيت رايحه نعمرها طفات لي الكاميرا، يعني حتى عاود شارجيتها. هنا عندي بياض البيض. بياض البيض ديري الدوبل ديالو سكر. هذاك البياض اللي نحيناه من 2 حبات صفار، ديري له قرصه تاع الملح وطلعيه مليح. انا هنا يعني صراحه كنت قادره نخلي نطلع البياض هذا مليح. لازم تطلعي البياض اكثر من هكذا، يعني انا ننصح فيكم الحاجه اللي ما درتهاش نقول لكم ديروها. هنا لازم البياض تاع البيض تطلعيه اكثر من اللي راه، يعني باش اللي تحب ديرها. من بعد كي نديرو هذاك السكر اللي هو ديري الدوبل تاع بياض البيض، ولو كان توزنيه راح يطلع لك توزني واش وزنتي في البيض في البياض، ديري الدوبل تاعو سكر. هاهم ليك هنا لي طاقت بعد اللي كملتهم. يعني هنا راح الحال وبدات تظلم الدنيا. شوفوا راح نوليهم لكم. هاي ليك باش تشوفي القوام تاعها كيفاش تجي طريه وتجي ما شاء الله. انا هادو لازم نديرهم يعني كي يبقى فيا حتى نهار واحد لازم هاد لي طاقت لازم نديرهم. نتمنى لكم الخير يا العزاز، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله. والسلام عليكم.